ضحكت عليه ونزلت العدس، وقال لي بطني بتوجعني لما الحاجة بتتصور وتنزل. اديني نزلت العدس بعد ما كله، مع انه عجبه جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. دي حياتي وده شغلي، بحبكم في الله. احلى شغل. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك. هننزل فيها بربع كيلو من العدس، عليها جزرتين، طماطميتين، بصلتين، كوستين، معلقة كبيرة من الثوم المفروم. مفيش ثوم مفروم، 3 فصوص ثوم. هننزل عليهم بالمية السخنة بتاعتنا وهنرفعهم على النار لحد ما يستووا. اول ما يستوي معانا بالشكل ده كده هنضربه بالهاند بلندر او في الخلاط على طول، بس اما يهدى شويه. بعد ما ضربناه كويس وناعم معانا هنقسمه على حلتين. هنعمل حبه العدس العادي بتاعنا، وحبه اللي ايه ليا دايت. هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا ننزل فيها بمعلقتين زيت كبار. هننزل فيها بنص كوبايه من الشعريه. هنحمرها كويس لحد ما اللون يبقى ذهبي معانا. بعد كده هنحطه على العدس بتاعنا. هنجيب برضو نفس الطاسة معلقة من الزيت، معلقة من الثوم المفروم، ونقلبهم كويس لحد ما تاخد لون، وننزل بايه بمعلقة صغيرة من الكزبرة. هنحطها برضو على العدس بتاعنا. نقلبها بقى كويس لحد ما تاخد اول غلوة، بس معانا تاخد غلوة واحدة بس. بعد كده هنجيب بقى ايه رشة من الفلفل الاسود بسيطة، معلقة صغيرة كمون، مكعب من المرقة، معلقة صغيرة من الملح، ونقلبهم كويس ونسيبهم بقى ياخدوا الغلوه بتاعتنا، ونعمل ايه العدس بتاعنا بتاع الدايت. هنجيب معلقتين كبار من الشوفان، هنحمرهم على النار في الطاسه لحد اول ما تاخد لون. هننزل ايه على العدس بتاعنا على طول. إيه انا عايزه اقول للناس اللي بتعمل دايت تجرب تاكل العدس ده جميل جدا. بعد كده بقى نجيب بقى الطاسه بتاعتنا، نعمل بقى طشه توم، ولا ياكل احسن مننا ولا ايه. هننزل برشه من الزيت، عليها معلقه صغيره من الثوم، ومعلقه صغيره كزبره، وهنقلبهم مع بعض. اول ما تاخد لون هنحطهم على العدس بتاعنا على طول. نعمل بقى الدقة للعدس. الناس اللي فاكرة الفتة زمان بتاعت العدس وبتعمل الصلصة بتاعتها دي أحلى حاجة. طبعا ملحنا العدس بتاعنا بتاع الدايت. هنوريكم بقى شكل الدقة. حطينا ملح على العدس بتاعنا، وحطينا بابريكا، وحطينا شوية توم، وقلبناهم كويس وسبناهم ياخدوا غلوة. هنعمل بقى ايه الدقة بتاعتنا زي ما قلنا لكم. معلقتين من الزيت، عليهم معلقة من الثوم. اول ما تاخد لون معانا على طول هننزل عليها على طول بمعلقة كبيرة خل، حاجة بسيطة خالص. بعد كده عندنا شوية صلصة في التلاجة ننزلنا بيهم عليهم على طول. سيبناهم بس ياخدوا غلوة بسيطة على النار، وجهزنا بقى العدس بتاعنا. حمرنا شوية عيش وقدمناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه تحفة جدا، ومعاه شوية بصل بقى وايه، والدنيا كانت تمام. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. دي حياتي وده شغلي، بحبكم في الله.